احنا السعودية اليوم لكل العرب، هي بيت العرب. إن كان مصر مصر أم الدنيا، السعودية أبوها. أثار الفنان محمد عبده جدلا واسعا في الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريح أخير ليه قال فيه إن السعودية هي أبو الدنيا. تحدث الفنان محمد عبده بعد حفل أجراه في ليالي الرياض عن الفن والموسيقى وبعض التفاصيل الأخرى، وأكد إن السعودية الآن هي بيت العرب، وإذا كانت مصر هي أم الدنيا فالسعودية هي أبو الدنيا. ربما كان المطرب محمد عبده يقصد أن هناك حالة انفتاح حاليا في السعودية على عكس الماضي، حيث أصبحت المملكة تستقبل كل الفنانين وتقام فيها حفلات بشكل شبه يومي. ولكن تصريح الفنان محمد عبده لم يعجب الكثيرين، حيث قال البعض إنه كان يرمي إلى تشبيه مصر بالمرأة والسعودية بالرجل، بينما قال آخرون أن فنان العرب محمد عبده لا يقصد من ذلك إلا الإشارة إلى قيمة السعودية وقيمة مصر ومدى أهمية الدولتين. على جانب آخر تم نشر عدة تغريدات قالت إن الفنان محمد عبده قد خانوا التعبير ولم يجيد وصف التطور الذي حدث في السعودية. احنا السعودية اليوم لكل العرب، هي بيت العرب. إن كان مصر مصر أم الدنيا، السعودية أبوها.